5 علامات يأكدوا لِك إن الشخص اللي قدّامِك أو الشخصية اللي قدّامِك بتغير منِّك وبتحقد عليكِ. هاقول لكم عليهم كده واسمعوهم كويس خالص وكمّلوا معايا للآخر عشان هتستفادوا جدًا. أول حاجة بس قبل ما نبدأ كده، تسمّوا الله وتصلّوا على رسول الله، اللهم صل وسلِّم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول علامة من ال5 علامات اللي يأكدوا لِك إن الشخصية دي بتحقد عليكِ، متابعاكِ في كل حاجة، وعارفة أخبارِك بالتفصيل، بس أول ما تعملي حاجة حلوة أو تعملي إنجاز أو تنجحي في حياتِك أو في أي خير يبان عليكِ، سُكتُم بُكتُم، لا أرى لا أسمع لا أتكلم، تبقى متابعاكِ في كل حاجة وساكتة، ولا تبين لِك إن هي عارفة عنِك أي حاجة، ولا تبين لِك إن هي عارفة أي تفاصيل عن حياتِك، مع إن هي متابعة كل تفصيلة صغيرة وكبيرة. أو مع إن الشخص ده متابع كل تفصيلة صغيرة وكبيرة. إحنا بنتكلم عن الشخصية مش عن راجل أو ست، الشخصية اللي بتغير منك وبتحقد عليكي أو اللي بتغير منك وبتحقد عليك أو اللي بيغير منك وبيحقد عليك، عشان محدش يفكر إن إحنا بنتكلم عن حد معين. دي أول علامة. تاني علامة بقى، ودي علامة بقى إيه، بصوا بتبان فعلا، بتبان كتير يعني. ما تقدرش تهنيكي أبدا، يعني ما تقدرش تقولك انت عملتي حاجة كويسة، ما تقدرش تقولك مثلا فستانك حلو او لبسك حلو. ما تقدرش تشوف اي حاجة فيكي ايجابية، مع ان انت بيبقى فيكي كل حاجة ايجابية، بس هي بقى ايه، بتحاول تطلع لو فيكي 99 حاجة ايجابية في حاجة واحدة بس سلبية، هتدور على الحاجة السلبية اللي عندك ومش هتعترف بال99 حاجة الإيجابية الموجودة. وتعترف بيها وتقول عليها. ودايما بصوا في أي تجمعات تلاقيها متجاهلاكي أو تلاقيه متجاهلك ومش بصالك ومش معبراكي. بس لو أي حد من الموجودين في التجمعات دي اتكلم معاكي، هتلاقيها مركزة معاكي وهتموت وعاوزة كل الاهتمام يبقى لها هي وبس، مش عايزة حد من الموجودين يتكلم معاكي خالص. يعني لا هي تتكلم معاكي ولا حد من الموجودين يتكلم معاكي. يا اما الشخصية اللي زي دي بتبقى عايزاكي ليها هي وبس، تتكلمي معاها هي بس، او إيه انتي اجتنبتيها تجتنبك، مش عايزة اي حد تاني. لو هي ما بتكلمكيش اي حد تاني ما يكلمكيش، فتبدأ بقى ان هي تشوه صورتك قدام ده وقدام ده وقدام ده، عشان الكل ما يكلمكيش حتى لو بحاجات ما حصلتش، عشان يبقى كل الاهتمام ليها هي، عشان يبقى كل الصفات الحلوة فيها هي، تطلع فيك انت صفات مش كويسة تحطها فيك وتتكلم عليكي بيها، رغم ان انت مثلا ممكن صفة واحدة مثلا تكون فيكي مثلا مش حلوة وتكون اصلا رد فعل الفعل هي عملته، بس هي عايزة تطلعك انت اللي وحشة عشان محدش يبقى ليه دعوة بيكي خالص، كله يبقى ليه دعوة بيها هي بس. كل ده ليه؟ كل ده عشان انت فيكي 99 حاجة ايجابية وما فيكيش الا حاجة واحدة سلبية، وهي العكس، فلازم تبين العكس عشان تبين اللي هي اللي كويسة. ده طبعا حاجة بتدل على الغيرة والحقد. تمام. نمرة 3، تديكي نصيحة في العلن قدام الناس كلها وتعمل قدامهم ايه، ان هي حبيبة، مفيش اي واحدة في الدنيا إيه بتحبك إيه وعاملة نفسها صديقة وبيضة، يعني من جواها ابيض يعني، وتدي النصيحة في العلن. اي حد بيحبك هياخدك كده على جنب ويديك النصيحة برايفت او يبعتها لك في رسالة. تمام. مش قدام الناس. النصيحة دي في الغالب بتبقى قصدها ان هي ايه، تقلل منك وتبين للناس انها بتفهم اكتر منك وبتعدل عليكي، ان هي معنى كده ان هي بتنصحك، ان هي شايفة ان انت بتعملي حاجة غلط وبتنصحك بقى ان انت تعملي حاجة صح، يبقى هي كده بتفهم اكتر منك، ان هي كده بتعدل عليكي، ان هي كده بتبين للناس يعني ان هي احسن منك وان هي دماغها اكبر منك وان هي بتعدل عليكي وان هي كويسة.
دي اللي بتديكي نصيحة قدام الناس وبتحاول بقى تفرض نفسها وتبين نفسها ان هي الأحسن وان هي اللي بتفهم وان هي اللي عندها كل حاجة كويسة. تمام. رقم 4، بتموت من الضحك لما حد يسخر منك أو يعيب عليك. آه، على أول أو على أقل حاجة كده، لو حاجة أصلا ما تذكرش، تموت وتسخسخ وتصورق من كتر الضحك علشان خاطر تبين للناس كلها وبصوت عالي ان هي بتضحك عليكي، ان انتي الناس بتسخر منك وهي بتضحك عليكي، ان انتي مش كويسة. هي بتبقى عايزة تثبت في كل وقت ان انتي مش كويسة، رغم ان انتي كويسة. ودي حاجة تثبتلك من عمايلها دي ان انتي كويسة، او من عمايله، احنا بنتكلم سواء راجل او ست. لان الطريقة دي بتخليها تشفي الغل اللي جواها ليكي. الطريقة دي ان هي مثلا اي حد يسخر منك وهي تقعد تضحك 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 عليكي، بيبقى جواها غل وحقد عايزة تطلعه، مش عارفة تطلعه ازاي، فبتطلعه بالطريقة دي. بتطلعه بالطريقة دي ان هي تضحك عليكي، فتخلي جميع الموجودين معاكوا في مكان هم كمان يضحكوا عليكي كده، يبقى هي ايه، شافت غليلها يعني. تمام. رقم 5 والأخيرة، إنها دايما تتكلم عليكي كتير وتجيب في سيرتك كتير. رغم إن انت ممكن تكوني قاعدة معاها ولسه قاعدة معاها اهو، ما بتتكلمش معاكي أصلا خالص، وأول لما تمشي تنزل هتتك بتتك كلام عليك، هتتك بتتك كلام عليك، كلام بقى بالصح كلام بالغلط، المهم ان هي ما بتبطلش كلام عليك. عينيها عليكي في كل حاجة، في الرايحة والجاية. ملاحظاكي في كل حاجة، تبين ان هي مش متابعاكي، او ان هي مش معاكي، او ان هي عينيها مش عليكي، او ان هي ما بتتكلمش عليكي. بس بالعكس، هي ال24 ساعة قاعدة على سيرتك انت، بتحاول تسوق في صورتك قدام ده وقدام ده وقدام ده، عشان خاطر تثبت ان انت وحشة وهي اللي كويسة. بتحاول تتكلم عليكي مع ده ومع ده ومع ده، علشان خاطر تثبت ان انت مش كويسة وهي كويسة. الناس بقى اللي هي ايه، اللي لما تلاقي الناس دي كده قدامك، او لما تلاقي حد بيعمل معاكي ال5 خطوات دول، احذري احذري. ده او دي، يعني ست او راجل عمل، يعني لو راجل عمل في راجل، او ست عملت في ست، او ست عملت في راجل، او راجل عمل في ست، ال5 صفات دول احذروا منهم، احذروا منهم في حياتك كلها. ابعدي عنها، ابعدي عنها خالص، او ابعدي عنه خالص، او ابعد عنه خالص. اي حد يعمل معاكم ال5 خطوات دول، ابعدوا عنهم، ما تتعاملوش معاهم نهائي كده. ما يستاهلوش ان انتوا تتعاملوا معاهم، انتوا احسن منهم. هما بيحاولوا يثبتوا ان هما الاحسن، بس بتصرفاتهم دي انتوا الاحسن او احنا الاحسن، الحمد لله والشكر لله. فنحاول ان احنا نبعد عنهم خالص، نتجاهلهم، ملناش دعوه بيهم، نفوض امرنا لله ونخلينا مع الله زي ما احنا ماشيين، ونشتغل على نفسنا اكتر ان احنا ننجح اكتر، علشان هم يفضلوا في اللي هم فيه اكتر واكتر. لان احنا لو تراجعنا لورا هيفرحوا. يعني انا لو تراجعت لورا بعد كل اللي هي بتعمله فيا ده والغل والحقد ده، لو انا رجعت لورا هي هتفرح فيا، هتقول شوفوا اهي بقت مش يعني هتفرح ان انا بقيت مش كويسة فعلا، او ان انا بقيت في حالة مش كويسة. انما انا طول ما بطلع لقدام وطول ما ببقى احسن، طول ما اللي قدامي دي الحقد والغيرة بيزيد عليها أكتر، وبتاكل في نفسها أكتر وأكتر. ربنا يكفينا شر الحقد والحاقدين يا رب، ويكفينا شر الغل والغلويين يا رب، ويكفينا شر أي حاجة وحشة في الدنيا. طول ما احنا مع ربنا، ربنا عالم بحالنا ونيتنا سليمة. وطول ما انتوا مع ربنا وربنا عالم بحالكم ونيتكم سليمة، ربنا هيكرمكم ويرضيكم ويراضيكم ويصلح حالكم ويحقق لكم كل امانيكم. اللي وصل معايا هنا الفيديو حبايب قلبي، ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الخطوات ديت، وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين يا حبايب قلبي، ومتابعتكم ليه على راسي من فوق، ما تحرمش منكم يا رب. والناس اللي مش متابعاني تعملي متابعه، وما تنسوش تحطوا لي لايك وتحطوا لي كومنت حلو كده من داخل المحتوى ده. كان اول روتين ليا في المطبخ كده بتاعي بعد ما نقلت طبعا في الشقه زي ما انتوا عارفين. هو انا منضفه في المطبخ وغاسله مواعين وعامله روتينات قبل كده كتير فيه بصراحه، بس ما صورتهاش، بس ده اول روتين اعمله واصوره لكم في المطبخ. وكل سنه وانتم طيبين، ايام مباركه عليكم بكل ستر وصحه وراحه بال وجبر خاطر. ربنا يجبر بخاطركم ويرضيكم ويصلح حالكم.
اللهم امين يا رب العالمين، احنا وانتوا. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.